السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهارده الجلاش بحشوات موفره نوعا ما عن الحشوات عن المكسرات. طبعا جوز الهند غالي والزبيب غالي، كل حاجه غالي، فهنعملها بالكنافه. معايا هنا هنحشي بالكنافه اللي هي النيه والكنافه المتحمره، وهنحشي كمان بشويه شويه مكسرات عاديه، شويه يعني جوز هند، او لو انت عايزه تعملي البقلاوه ساده خالص بتبقى حلوه برده، الناس بتحبها ساده. بصوا هنا دي وهي الكنافه النيه والكنافه المستويه اجمل من بعض، وكمان اللي هي البقلاوه هتفتحيها من جوه تحسي انها مش بيضه وحلوه وزي الفل. انا معايا هنا كيلو كنافه، نص منه حطيته في الفريزر وطلعته فتفته زي ما احنا شايفين كده، فرفته من بعض كده وبقى ناعم، والنص التاني سبته هو زي ما هو طرح زي ما هو كده. بنجيب سمنه، نحط شويه سمنه تقريبا نص كوبايه سمنه على نص الكيلو كنافه، وادخلها مع بعض كويس جدا بايديا كده، وبعدين ابدا ارفعها على النار احمرها ونخلي بالنا عشان ما تحرقش. وممكن ندخلها تحت الشوايه، بس تحت الشوايه هنفردها في صينيه اكبر من دي. هنجيب بقى الكنافه الطرح ونقطعها، مش هنقطعها ان هي نخليها تبقى قطع صغيره، لا، بس هنسيبها من بعضها، نشدها من بعض كده، نفككها من بعضها. واجيب برده سمنه، انا هشتغل في 2 كيلو جلاش، ومعايا تقريبا مقدار كيلو سمنه على زيت، سمن بلدي على زيت نبات، سمن نباتي وعلى سمن بلدي على شويه زيت. هحط برده تقريبا مقدار نص كوبايه على الكنافه دي. ممكن نحط هنا شويه سكر بودره او ما فيش زي ما انت حابه. السكر هيخليها احلى، بس هي كانت حلوه برده من غير سكر. وندخل السمنه فيها كويس جدا كده. الكنافه بتاعتنا اتحمرت، نبدا نحط عليها نص كوبايه شربات. انا عامله لل2 كيلو جلاش عملت لهم 2 كيلو سكر، 2 كيلو سكر، وحطيت على 2 كيلو سكر لتر ونص ميه وعصير ليمونه، وحطيت فانيليا. حطهم على النار تقريبا من 7 ل 8 دقائق، ويكون الشربات بتاعنا جاهز، ما هوش تقيل قوي ولا هو خفيف. انا معايا هنا زي ما قلت معايا كيلو سمنه على زيت، على سمنه نباتي على بلدي على زيت، وحطيت عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر. هنقلبهم مع بعض كويس، وهنجيب بقى الجلاش بتاعنا. ده جلاش بلدي عادي من اللي هو الناس من الاسواق، بنجيبه ونحط، بعمل ورقتين، بحس ان هو بيكون بالورقتين الصباع بتاعها حلو كده يعني محمل. بدهن اول ورقه وبحط عليها كمان ورقه وبدهنها برده دهنه خفيفه كده، وببدا احط الكنافه المتحمره. الكنافه طبعا الشربات لما بنحط عليها بيخليها تمسك في بعضها، لان احنا لو حطيناها هنا من غير شربات عليها فهتبدا ان هي تسيب، ومش هيبقى طعمها حلو. هتشرب شويه شربات من الشربات واحنا بنعمله بنحطه عليها، بس مش هتكون زي كده. يعني الشربات بيخليها تتماسك، بيخلي طعمها حلو برده. هنبدا ان احنا نلفها في البدايه كده، نضغط عليها شويه ونلفها عشان تبدا يبقى الرول بتاعنا متماسك وسليم. وبعدين نجيب صينيه مدهونه سمنه من الخليط بتاعنا برده، ونحط عليها، نحط فيها الرولات اللي احنا عملناها دي، ونخلي القفله بتاعتها لتحت، ونكمل بقيه الجلاش. يعني هو الكنافه لما تتحمر بتخس، يعني الكيلو جلاش ياخد معاكي تقريبا كيلو كنافه متحمره، لو هي مش او كمان كيلو وربع. لو هي بقى من اللي هي النيه، الكيلو ياخد كيلو ربع كنافه من نيه. هنبدا نكمل بقيه الكنافه. طبعا الفرن بتاعنا مولعاه، الجلاش ما بياخدش معانا وقت في الفرن. بعد ما نكمل الصينيه بنقطعها ندهنها اللي هو الخليط بتاع من السمنه، وبعدين نقطعها وندهنها وندخلها الفرن على درجه حراره 200. بحط الشبكه، بحط عليها بحط الصاجه، بسيب الصاجه تحت واحط عليها الشبكه وادخلها الفرن واسيبها. اول ما تحمر من تحت ابدا ان انا ساعتها بعد ما تحمر من تحت ارفعها تحت الشوايه تاخد لون، نطلعها نحط عليها شربات. نبدا بقى هنا في الكنافه النيه، هنبدا احطها، جيت قطعتها وحطيتها في الصينيه، لازم نحطها واقفه زي ما اوريكم كده، فهي بتحس انها مش مظبوطه هتقع. فقلت ما اخلص كله الاول وبعد كده اقطعه وارصه في الصينيه، عشان يبقى كمان واحنا بنرصه ما يقعش ويبقى زنق بعض كده وهو واقف، لانه لازم يقف عشان واحنا ولما بيطلع نسقيه الشربات. عملت الكميه برده، بحط ورقتين برده، بدهن الاول ورقه الاولانيه واحط ورقه الثانيه، واحط الكنافه، ما نكترش الكنافه بزياده ولا نقلل الكنافه. انا تقريبا خدت من الكيلو التاني من الجلاش تقريبا 8 ورقات، وكانت الكنافه اللي معايا كلها خلصت كده. بنكمل. كانت حلوه بجد، انا اول مره اعملها، بس كانت بجد حلوه وكانت تستاهل يعني. رصيتها كده وقطعتها، هي عايز سكينه حاميه، لان الكنافه لما بنيجي نقطعها بتشد معانا، فلازم سكينه حاميه. تعبتني بجد على ما عرفت ان انا اقطعها، وقعدت اغير عليها السكاكين. المهم ان احنا قطعناها في النهايه. بصوا لما نلاقي كنافه طلعت منها من جنب ندخلها جوه تاني، هنبدا نرصها في الصينيه ونوقف واحده واحده جنب بعضها كده. حتى الاحرف اللي هي بتبقى تحس انها شويه مش محشيه قوي بنحطها برده، بس بنخلي الكنافه اليمة فوق والحته الفاضيه اليمة تحت. دي اول ما نرصها في الصينيه. بصوا كده، لو السكينه حاميه بقى بتقطع معاك الكنافه سليمه. نبدا نرصها كلها في الصينيه، وبعدين نشربها شويه برده شويه من السمنه كده على الوش، ندهنها شويه من على الوش وندخلها. دي تقريبا خدت اكتر من الصينيه من الجلاش العادي، خدت تقريبا 10 دقايق زياده في التسويه.
خدت وقت شويه. بنعرف انها استوت ازاي بقى، بنشوفها من تحت برضو، تبدا انها تحمر، وبعد كده بنرفعها تحت الشوايه تاخد لون من فوق، ونبدا ان احنا نطلعها كده. هندخلها برضو كده بقى. اللي هو الجلاش الاولاني طلع، اللي احنا كنا داخلين الاولاني اللي هو محشي الكنافه اللي هي المتحمره، وكمان في كام رول منهم محشي جوز هند وزبيب. الحشو لو احنا عاملين حشو مهلبيه او اي حشو من الحاجات الطريه دي، بتاخد وقت شويه في الفرن عن اللي هي محشيه الحاجات التانية، المحشيه الحاجات الناشفه يعني زي ما احنا بنقول. نبدا نديها الشربات طبعا بيبقى بارد وهي سخنه، ونبدا نلف الصينيه كده. في ناس ممكن تحبه كده تسيبه زي ما هو كده، لكن انا بحب اقلبه عشان تبقى كمان الوش مش مقرمش بزياده، ويبقى واخد شويه طراوه كده. لكن في ناس بتحبه يكون مقرمش من فوق وطري من تحت، تسيبه زي ما هو ما تقلبوش. بس انا بحب ان انا اقلبه كده عشان بحس ان هو بيدينا طعم حلو برضو احلى كمان. انا مسيحه يعني، حطيت كيلو ونص سمنه بلدي على كيلو ونص زبده وسيحتهم مع بعض. لما بنسيحهم مع بعض بتحسي ان السمنه النباتي طعمها وريحتها كلها خلصت. طبعا صابع الجلاش المحشيه من جوه دي شفتها جميله طريه وحلوه، كانت طعمها حلو جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. في شويه بقى عملتهم اللي هي حشيتهم شويه جوز هند من جوه. ببدا اجيب الورقه طبعا كبيره عن الصينيه، فبعملها بالعرض، بحط نصها كده ونص التاني بخليه بره وادهن، واحط دي واجيب الورقه التانيه بالعكس احطها زي ما احنا شايفين كده، وادهن واحط وبقيه الورقه احطها عشان تبقى الصينيه كلها محمله، ما تبقاش حته عاليه وحته صغيره. هي كده الورقه بتتحسب مقام ورقتين، فاحنا ممكن بنحط في الرصه ممكن 6 ورقات، 5 6 ورقات، يعني الست دول بيبقوا 12، يعتبر معادل 12 ورقه. وبعد كده نحط عليهم بقى شويه جوز هند، او ممكن نعملها ساده. في ناس بتحب انها تاكلها ساده، البقلاوه الساده دي ناس بتحبها كده، وناس بتحب تحشي سوداني، بتحشي جوز هند، تحشي زبيب، تحشي اللي هي عايز تحشيه. حطيه زي ما انت عايزه، اي حاجه. بس السوداني يا ريت يعني يتجرش، يبقى ناعم شويه. كل واحد بيعمل الحشوه اللي بيحبها. بصوا كده. هنحط بقى هنا شويه جوز هند. انا عندي زبيب بس ابني ما بيحبوش فقلت بلاش منه، الزبيب اللي عندي اسود. هنبدا نحط برده الطبقات التانية، ونبدا ان احنا نقطعها. هي ما تاخدش وقت في الفرن برده، اول ما تاخد لون من تحت نرفعها تحت الشوايه. الجلاش من الحلويات السريعه اللي تستوي بسرعه يعني. وانا شغاله كده في الصينيه الاولانيه طلعت، وحطيت التانية وراها، وانا لسه شغاله زي ما انا واقفه وشغاله عندها. بيخلص بسرعه، بتستوي بسرعه. بنخلصها وندهنها كده، ننزل الاحرف لتحت وندهنها. بنقطعها تقريبا 3 بالطول و4 بالعرض، وبعد كده في المربعات اللي احنا قطعناها بنجيبها كل واحده مثلثين، تبقى مثلثه، بتبقى عشان تبقى شكلها حلو. ولما بتطلع بقى بتديها الشربات بتاعها، او تزينيها بالحاجه تانية زي ما انت حابه تعمليها يعني. ولازم الشربات، طبعا الشربات بارد زي ما قلت. طبعا كل حاجه دلوقتي بقت لها سعر يعني. الجلاش انا جايباه ب22، الكنافه برضو ب22. الشربات السكر لوحده ما شاء الله يعني. نبدا نديها بقى الشربات بتاعها بعد ما بنخلص، ولقينا الشربات بتاعها زياده ممكن نفضيه عادي، بيبقى سهل ان احنا نميل الصينيه كده ونشيل وننزل الشربات منها. حبينا نعمل، بصوا بتبقى مقرمشه من فوق كده وطريه من تحت. التغيير مطلوب برضو، لازم نميلها كده برضو عشان ننزل الشربات عليها كلها. بصوا ما شاء الله جميله والله بجد. جربوا اي طريقه منهم هتعجبكم بجد، وتغيير برضو في التقديم. هنا بقى الكنافه دي لما بتطلع من الفرن بنديها الشربات برضو، بس هنا بقى بنحاول ندي الشربات واحده واحده. بنحط كده، تبدا تدي الشربات واحده واحده كده عشان الشربات ينزل في الكنافه، لان هي متحمره من فوق ومتحمره من تحت، والنص ابيض، فلازم يشرب شربات عشان يبقى طعمه حلو. وطعمها كانت فعلا، انا اول مره اجربها بجد، بس كانت حلوه جدا عجبتني، وان شاء الله ان انا ناويه ان انا اعملها تاني. بشربها كويس كده. طبعا كده الشربات كله بينزل فيها لتحت، فانا مسكتها وقلبت واحده واحده عشان الشربات اللي نزل تحت لما نقلبها يبدا برضو اللي كان فوق بينزل تحت، يبدا الشربات يلف فيها. بصوا بقى حتى لونها من تحت عامل ازاي، وبتبقى طريه وحلوه جدا يعني. الناس اللي هي ما بتحبش الحاجه اللي هي مسكره بزياده، ده حلوه بالنسبه لها. الناس اللي بتحبش الحاجه مقرمشه برضو دي حلوه بالنسبه لها. بجد كانت حلوه. انا اول مره زي ما قلت، بس بجد من انواع الجلاش فعلا اللي تحبي انت تعمليه. وطبعا موفر. الكنافه صحيح برضو الكنافه ب 22 جنيه بس ارخص من جوز هند والزبيب. كده خلصناها كلها اهي، وشكلها حلو كده. عملنا 3 انواع مختلفين. دي اللي هي البقلاوه العاديه، ودي المحشيه كنافه متحمره، ومحشيه كنافه بيضه. بصوا دي من جوه جميله، ودي كمان اجمل منها.
في عندي حب الكنافه النيه، وفي حب الكنافه المستويه، وفي بيحب اللي هي اللي من دول حشو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى يكون الفيديو عجبكم.